السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي بتاعت فرح. كل عام وانتم بخير. هنبدأ بقى تفريز شهر رمضان. يعاد عليكم باليمن والبركة. احنا خلاص في رجب كده، وكمان نص من رجب خلاص خلص، يعني قدامنا كده اقل من شهر ونص. زي ما شايفين حبايبي كده الطماطم، هنبدأ بتفريز الطماطم. طبعا احنا عارفين ان في شهر 3 الطماطم بتدود، يعني بتبقى صعب جدا انك تلاقي طماطم في السوق حلوة. فاحنا بنفرز الطماطم لرمضان، وكمان الفترة اللي الطماطم فيها بتدود. زي ما حضراتكم شايفين انا معايا هنا الطماطم، حطاها في عجانة كبيرة. فالطماطم دي بغسلها كويس جدا جدا جدا، وبعدين بقطعها بالنص. ويلا نشوف كده اهواتي خطوه بخطوه. هنفرز الطماطم بشكل جميل جدا، وتقعد معاكي سنه كامله زي الفل في الدي فريزر. حبايبي زي ما حضراتكم شايفين هنا الخطوه دي، قطعت الطماطم والحبايه بالنص كده وسبتها في الحله على النار. زي ما تكون الطماطم بتاعتي بتستوي. شايفين كده بدأت تتكتك كده من تحت، وبدأت تنزل مية الطماطم. ما بحطلهاش أي حاجة خالص في الفترة دي غير الطماطم. بقطعها بالنص وبسيبها بالشكل ده تجيب ميتها، يعني بتستوي في ميتها. بحطش أي إضافة في الفترة دي. في الفترة دي يا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين الطماطم بتاعتي بدأت تنزل ميتها كده، بس لسه ما استوتش. الطماطم تحسيها ايه، لسه النص كده ايه. انا بقطع الطماطم بالنص، لسه الطماطم ايه، ما استوتش، بس نزلت ميتها لانها بتستوي في المية دي. هنشوف برضو الخطوة اللي وراها تكون الطماطم شكلها ايه. انا بسوي الطماطم تسوية حلوة جدا عشان خاطر اوصل للتسليس للطماطم، بتتصلص يعني تبقى ناعمة جدا وبيور تقيلة وحلوة جدا. شايفين دلوقتي الطماطم بيت ايه، انا كده سويتها حلو جدا. البخار هنا ايه، شايفين كده باينه واضحه قوي دلوقتي. شايفين البخار طبعا مش مخليني عارفه اصورها حلو، بس الطماطم بسم الله ما شاء الله دي حله كبيره جدا جدا. حطها كده على عين البوتاجاز دي ما شاء الله، يمكن واخده لها عدايه طماطم الحله دي. شايفين الطماطم بقت ايه، الطماطم استوت جدا جدا في نفس الحله كده. انا هضربها بالهاند بلندر. لو انت عندك خلاط، عندك هاند بلندر، عندك كب، اي حاجه تقدري تضربيها في الفتره دي. بس انا هسيبها دلوقتي، هطفي عليها، هسيبها تهود شويه وتبرد عشان خاطر ايه الاجهزه بتاعتنا ما تبوظش. اول ما تبرد خالص هنبدا نضربها كده، وهنشوف هنحط ايه. اول ما بتتضرب وتبقى بيور كده وتبقى تقيله، هنشوف الخلطه بتاعتنا عشان خاطر نعمل احلى صلصه طماطم، لون وتقل وطعم ما تقوليش عليه لحد. دلوقتي بقى بدات اضربها عند البلدر كده، هبدا اضرب فيها وهشوفها لو كانت محتاجه للصفه هصفيها، مش محتاجه للصفه هسيبها. هنشوف دلوقتي بعد ما اخلص ضرب هتوصل ليه. شايفين الكلام ما شاء الله دي عامله زي المربى تقيله كده، ضربت جدا. دلوقتي هتشوفين طبعا حطها تاني على النار. شايفين الريمه البيضه دي معناها ان لسه مش مستويه كويس قوي، لسه هنسويها وهنشوف هنضيف لها ايه عشان تاكلي احلى صلصه مسكره وجميله، وكمان لونها حلو جدا. بعد ما ضربناها يلا نشوف الخطوه بعد الضرب. تضربيها بقى في خلاط، تضربيها في حد بلندر، في الكبه، في اي حاجه، المهم تضربيها كويس جدا جدا. وهنشوف الخطوات الجايه مع بعض. حبايبي زي ما شايفين الصلصه بتاعتنا ما شاء الله عليها، ضربناها وبقت حلوه جدا. شايفين زي المربى تقيله وجميله جدا جدا. بس احنا طبعا ايه شايفين الخطوط البيضه دي يبقى لسه ما اتصلصتش. طبعا رفعتها تاني على النار. شايفين الخطوط البيضه دي كده لسه مريمه، يعني لسه ما اتصلصتش. انا بدأنا دلوقتي التصليص اللي انا هسيبها على النار وايدي فيها على طول عشان خاطر ما تشطش، لان لو شاطت بتبقى ريحتها وحشه جدا ومش بتعجبني وبتمرر. انا معايا هنا دي الحله دي فيها قد ايه طماطم، يعني في حدود 22 كيلو من الطماطم. شايفين معايا كوبايه من السكر، هنا ده عيار من السكر كوبايه. هحط كوبايه كامله من السكر زي ما حضراتكم شايفين كده. وكمان عشان خاطر لونها يبقى حلو كده ومحمر هحط 3 معالق كبار من البابريكا. شايفين 3 معالق معربين كده من البابريكا. ده عداية طماطم، يعني في حدود من 22 ل 23 كيلو من الطماطم. كده احنا حطينا السكر وحطينا البابريكا، لونها شوف الفرق بقى في اللون
ولسه برضو بنقول لسه ما اتخلصتش، كل ما بتتقل كل ما بتدينا لون حلو جدا جدا، وقوام كمان تقيل جدا جدا جدا. شايفين ما شاء الله تبارك الله، البخار مش عارف يوريكم اللون والشكل. شايفين؟ واكيد اول ما اطفي على النار هوريكي اللون اللي احنا وصلنا له والقوام، عشان تعرفي دي افضل طريقه للتثليث. هتعمليها هتبقى حاجه جميله جدا جدا، وكمان تقدري تحطيها تقعد معاكي سنه في الفريزر.